ظهرت الفنانة أمال رمزي خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد، وتحدثت عن الفنان الراحل سعيد صالح، وقالت إنه كان بيقول ألفاظ ما يصحش تتقال قدام سيدات وهزاره مش حلو، وقالت إن عادل إمام ده حاجة تانية، ولما فكر اتجوز من بنت الشلقاني وعمل 4 فيلل، شتان بين ده وده. لكن سعيد صالح كان بيروح يسهر ويكركر مع إنه كوميديان كبير. وبعد هذه التصريحات ردت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح على تصريحات الفنانة، بعد ما وصفت والدها بإنه كان يتلفظ بكلمات خارجة وخادشة للحياء في مزاحه مع زملائه. وكتبت ابنة سعيد صالح على حسابها على الفيسبوك: يا مدام أمال، كلام حضرتك عن بابا وبطريقة غير مباشرة عن أمي ما بيعكسش غير طريقة تفكير ونمط أخلاقي بيقيس بالممتلكات، مين عنده كام ومين اشترى ايه ومين ابن مين، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ربنا يبارك له فيما رزق. أنا بحمد ربنا إني بنت راجل محبوب من جمهور أغلبه ما شافوش وجها لوجه ولا حتى عصروه، كل اللي بينهم وبينه ضحكة رسمها على وشوشهم في يوم من الأيام. الجمهور ده ردها لبابا في ردهم على حضرتك، وبشكرهم من كل قلبي، وإن شاء الله يكون ربنا سخرهم لدعاء لبابا. هم ردوا غيبة متوفي قبل ما يردوا غيبة فنان بيحبوه، بس أنا لسه ما ردتش.